كانت حياتي مرة جميلة وحلوة، وكنت يعني محسودة حتى بصديقاتي. يعني كانت عندي صديقة من الابتدائي، من 5 ابتدائي، تخيلوا. كبرت معي المتوسط، الثانوي، دخلنا الجامعة سوا، لدرجة إنه انخطبنا في نفس السنة سوا. صرنا نتبادل كل شيء أنا وصديقتي، يعني عايشة معها. الكل كان يحسدني على هذه الصديقة، لأنه كانت علاقتنا لدرجة، يعني من كثر ما إحنا واثقين في بعض وقوية علاقتنا، كان خطيبها يدق علي يسألني مثلا وش تحب هي هدية، وش ما تحب، وش أجيب لها. ونفس الشيء خطيبي كان يدق عليها ويسألها وش أجيب إيش يجيب لي هدية وزي كذا. وكنا نتفق أنا وياه وننبسط ونخطط إيش الهدايا وزي كذا. يعني كانت علاقتنا مرة محسودة عليها. كانت علاقتي حتى مع أهلي مرة جميلة. أمي ما أعطتني الحرية. كانوا بنات خالتي كلهم يحسدوني، يعني يقولون إنه شلون يعني نحس الإنسانة هذه متمردة وأهلها معطينها جوها وأجواءها وزي كذا. يعني كان الكل يحسدني. أخوي كان إنسان متفاهم، عكس أولاد خالتي، كانوا متشددين جدا مع بنات خالتي. المهم كذا بعدها فترة كي ما أدري شلون، بعد ما انخطبت وانخطبت صديقتي، بدأت أحس الأمور تنقلب ضدي. أول شيء صديقتي طبعا اتطلقت، وصارت حالتها النفسية مو تمام، فأنا تضايقت من هذا الشيء وتعبت معها لتعبها. وجلست أحاول قد ما أقدر إني أطلعها، وكنت دايما أتكلم عنها مع خطيبي وإنها ما ويعطيني الحلول، وحاول أطلعها من اللي هي فيه. بعدها بفترة، يعني لين حسيتها أنها تحسنت نفسيتها، أمي قلبت علي، خطيبي قلب علي، أخوي قلب علي، العائلة كلها قلبت علي، لدرجة أنه بعد ما خلصت من الجامعة توظفت، انفصلت. يعني أخوي راح للمقر الدوامي وفصلني، سوالي مشكلة هناك وفصلت. لما أبي أي شيء خلاص ضدي، أهلي 24 ساعة هواش معايا. نفس الشيء خطيبي دائما هواش معي. تعبت نفسيتي بشكل ما تتصورون. كنت أقول يعني أيامها أنه أشوف البنات اللي مثلا يلتزمون الذكر وكذا كذا، كنت أقول يعني مساكين عندهم ظروف، أنا الحمد لله حياتي حلوة وما بحتاج الوضع هذا. تقول لا، الحين صرت أبحث وأدور إيش الذكر اللي أنا أستمر عليه، إيش الذكر اللي بيطلعني من الشيء اللي أنا فيه. فأنا بالنسبة لي ارتحت لتاج الذكر، جلست أداوم على تاج الذكر بأعداد كبيرة، زائد سورة البقرة. أحيانا أنوع بين الحوقلة بين الاستغفار، ولكن كان عندي شيء أساسي، ورد أساسي 2000 مرة تاج الذكر وسورة البقرة. واستمريت بدون ملل، يعني تقريبا 7 شهور وأنا بتاج الذكر وسورة البقرة. يعني هذا شيء أساسي. ومثل ما قلت لكم أنوع بالأذكار. الشيء الغريب اللي كان يصير معايا أنه كانت تجيني كوابيس أحلام، انه في حرمة على شكل قطة كذا سوداء وتدور حولي كل يوم. وكل ما فسرتها قالوا انتبهي انه من احد حولك يحاول يأذيك، احد حولك يحاول يأذيك. لدرجة اني قطعت الناس اللي انا ماني واثقة فيهم. خلاص انا ما عندي الا امي، اختي، صديقتي هذه يعني تعتبر من العائلة، كل البيت يعرفها ويعتبرونها من العائلة. ما في احد. ومستمر معي هذا الحلم. سبحان الله، رحت عند صديقتي ببيتها وجلست أسولف معاها، ودايما أحكيها أنه أنا جالسة أحلم كذا، وأنا وياها نفضفض أنه يمكن فلانة، لا يمكن علانة، لا يمكن. شركت، وكنت أنا بغرفتها بالدور الثاني، فالمطبخ تحت بالدور الأول. وكانت ماسكة بيدها جوالين. يوم شافتني شركت على طول راحت تجيب لي موية. سبحان الله، ما أدري إيش خلاني وإيش أتلقف إنه ليه معها جوالين. أنا أعرف إنه معها جوال، شلون كذا؟ مسكت جوالها، لقيت مطلعة رقم مخفي تتعامل معه إنه إنسانة مجهولة. لقيتها راسلة لخطيبي ومشيشت علي، وقايلة كلام مو صحيح، وقايلة أشياء يعني ممكن صارت بسن المراهقة، بس أشياء ما صارت. يعني حاولت تخرب بيني وبين العلاقة، وفعلا قدرت على هذا الشيء وخربت بيننا، لأنه خلاص انفصلنا بسببها. لقيتها راسلة لأمي رسائل، يعني ما أقول لكم إنه فلانة تسوي كذا، فلانة أنا أعرف كذا، فلانة، بس بشكل مجهول. أحصل أمي ترسل لها طيب مين أنتي؟ تقول ما أقول، بس انتبهي لبنتك فلانة. أحيانا أكون عندي طلعة مثلا عادي، طلعة جمع بنات وزي كذا،
ترسل انتبهي لبنتك فلانة تراها ما هي بطالعة كذا، ترى المكان هذا مو بزين ترى. فكانت تسبب لي مشاكل. لا غير كذا لقيتها كمان تراسل أخوي، وهي مسببة الشوشرة هذه كلها بحياتي. لما جت انصدمت منها، جت وشافت الجوال بيدي وأنا أناظر فيها كذا، لا تلقائيا دمعة تنزل إنه ليه أنا تأثرت معك يوم تركتي خطيبك، أنا وقفت معك، أنا علاقتنا حلوة، ليش سويتي كذا فيني؟ فهي ما أبدا ما كان عندها أبدا أي رد، بس إنه قالت ما أدري ليش أسوي أنا كذا، ما أدري هو يمكن إنه أنا عشان يعني تركت خطيبي أبغاك تتركين خطيبك، ما أدري يمكن لما أنا شفت أهلك كيف كويسين معك وأهلي شوية صاروا شديدين معي وزي كذا، ما أدري. بس إنه يعني كنت مقهورة إني أشوف حياتك حلوة. تخيلوا هذه صديقتها الصدوقة. بعدها رجعت البيت، قطعت علاقتي معها. شرحت لأهلي الموضوع إنه فلانة هي السبب، وأنتوا ليه ما صرحتوا إنه كانوا يجيكم رسائل وكذا وكذا وكذا. كمان خطيبي اللي انفصلت منه أرسلت له وإنه فلانة كذابة، وأنا كشفت الموضوع و ما أرسلت لك إنه عشان ترجع لي، لا والله أرسلت لك لأني أبي أنظف الصورة وأنا إنسانة متربية و بعدها سبحان الله كمان استمريت على تاج الذكر، خلاص حسيت شيء بحياتي سبحان الله. بديت أحلم أحلام حلوة، ما صرت أحلم بحلم القطة وما قطة وما أدري إيه، لا صارت أحلامي مرة جميلة. توظفت وظيفة ما أحلم فيها، وشهادتي مو تبع الوظيفة هذه، بس قدرة الله فوق كل شيء. توظفت وظيفة خيالية براتب عالي جدا، تأمين لي، تأمين لأمي، تأمين لأبويا، يعني فيها مميزات عظيمة ولا هي على شهادتي نهائيا. استمريت على تاج الذكر، كل شيء تيسر لي، كل شيء تيسر لي. حتى خطيب رجع لي ندمان وتزوجنا الحمد لله، ومن أفضل ما يكون معايا يا ربي لك الحمد. وإلى الآن مستمرة على تاج الذكر، فضلها عظيم. أنا شفت ثمارها بشكل يا بنات ما تتصورون. استمروا عليها وراح تشوفون. شوفوا الصراحة اللي حمسني في القصة موضوع إنها دائما تردد تاج الذكر، وإنه تحلم، يعني التحذير في الحلم وزي كذا. اللي لاحظته فعلا، ولو تلاحظون أنتم وتبحثون في قصص تاج الذكر، دائما يا بنات مرتبطة بأحلام. سبحان الله دائما لما أقرأ أقول معقولة، يعني اللي يرددونها بعدد كبير مرة دائما يحلمون. فاللي دائما تحلم إيش، اللي حسات أو عين أو سحر أو ناس يأذونها أو أحد معين. يعني أذكر واحدة تقول كانت دائما مشاكل هي وزوجها، وتحلم دائما بخالتها أنها جالسة بينهم. تقول مع أنه خالتي ما في مثلها، بس كان التفسير أنه خالتك هي السبب وخالتك. فمع الأيام اكتشفت أنه هي السبب. عرفتوا يعني سبحان الله تاج الذكر يكشف لك الحياة، يكشف لك وش اللي قاعد يصير عندك. سبحان الله. فاستمروا، خلوا لكم فيها ورد قوي جدا جدا. يعني حاولي انك لا تقلين عن 1000، حاولي. طيب وشو تاج الذكر؟ له لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.